مرحبا لكل متابعيني وإن شاء الله تضلوا بخير وصحة على طول. وصفتي لليوم هي لحمة بعجين الحلبي بالطريقة الأصلية بتتبيلة لحمة ولا أطيب من هيك، وعجينة طرية بطريقة سهلة كتير. تابعوا الفيديو لتشوفوا الوصفة بالتفصيل. وإذا أول مرة عم تشوفوني أنا اسمي نور، لا تنسوا تشتركوا بقناتي ولايك وشير إذا عجبكم الفيديو. بالبداية راح أحضر لتتبيلة اللحمة. عندي 4 حبات بندورة قطعتهم وراح أحطهم بالمكسر، وعندي راس توم وبصلة صغيرة وحبة فلفلة خضرا، راح أحطهم كلهم بالمكسر مع البندورة وراح أطحنهم شوي. بعد ما طحنت الخضروات 3/4 طحنة بوقف المكسر شوي، وبضيف مع باقي الخضروات البقدونس، تقريبا باقة بقدونس، طبعا البقدونس مغسول ومنشف، وبرجع بطحن مرة تانية لتنعم باقي الخضروات. بعدها بضيف باقي المكونات. عندي معلقتين طعام من معجون البندورة، ومعلقتين معجون الفليفلة بضيفهم ليعطوا لون وحمضية للتتبيلة. وبضيف معلقة صغيرة ملح ومعلقة صغيرة نعناع يابس ونص معلقة صغيرة 7 بهارات أو البهار الحلبي، وبرجع بسكر المكسر وبخلط كل هالمكونات مع بعضها. صارت تتبيلة الخضروات جاهزة، هيك لازم يكون لونها مايل على لون أحمر، لهيك بنقوله بحلب لحمة بعجين أحمر. بسكب تتبيلة هالخضروات بمصفاية ليصفى منها كل السوائل لحتى ما تطلع هالسوائل على العجين أثناء الخبز، وبتركها على طرف شوي لحتى تصفى منها كل السوائل. عندي كيلو لحمة مفرومة، ويفضل تستعملوا لحمة تكون فيها نسبة من الدهنة إذا توفرت، لحتى تطلع التتبيلة أطيب وأذكى ولحتى تطري مع العجين. وبخلط تتبيلة الخضروات كتير منيح مع اللحمة، وهيك جهزت تتبيلة اللحمة. بحطها على طرف وبنتقل لتحضير العجين. عندي طحين أبيض متعدد الاستعمالات، بضيف فوقه معلقة كبيرة سكر ومعلقة صغيرة ملح ومعلقة صغيرة بيكنج باودر. بخلط هالنواشف شوي مع بعضها. وبالنسبة لكمية الطحين اللي عندي هي كيلو طحين. بضيف معلقتين كبار لبن زبادي، واللبن رح يعطي العجين طراوة. وبعدها بضيف ربع كاسة زيت نباتي وبقلب شوي. عندي 3 كاسات مي فاترة، بضيفها بالتدريج على الطحين وبعجن. طبعا ممكن تختلف كمية المي على حسب نوعية الطحين، فالأفضل تضيفوا المي بالتدريج لتاخدوا كمية المي المناسبة للعجينة. وبعجن لحتى أحصل على عجينة طرية سهلة التشكيل. وبحب أنوه إنه العجينة ما بحاجة لخميرة، لأنه لحم بعجين لازم يطلع رقيق، فاكتفيت بإضافة البيكنج باودر وراح يعطي طراوة للعجين. وهيك صارت العجينة طرية وأخدت كل كمية المي اللي عندي اللي هي 3 كاسات. بحطها بصحن مدهون بشوية زيت، وكمان بحط شوية زيت على العجينة لحتى ما تنشف، وبغطيها وبتركها ترتاح تقريبا نص ساعة. بعد ما ارتاحت العجينة بشيلها وبحطها على سطح العمل، وبقطعها لكرات صغيرة، طبعا الحجم حسب الرغبة. بغطي كرات العجين بقطعة قماشة لحتى ما تنشف. برش شوية طحين على سطح العمل وباخد قطعة عجين وبغطي الباقي. بفردها شوي بإيدي وبرش عليها شوية طحين، وبفردها بالشوبك لحتى تصير رقيقة كتير. حاولوا ترققوا العجينة قد ما بتحسنوا، لأنه اللحم بعجين لازم يطلع رقيق. وهيك صارت العجينة رقيقة وسماكتها مناسبة. وبقطعها بصحن أو بغطا طنجرة لحتى تطلع القطعة كلها بنفس الحجم.
بحط قرص العجين على طرف وبكمل فرد باقي قطع العجين بنفس الطريقة وبجهزهم لحتى بعدين أحط الحشوة فوقهم. باخد قرص من العجين وبحاول أتخلص من الطحين الزايد وبحط كمية من الحشوة على العجين وبفردها بالمعلقة على كل القرص بهالطريقة. وهيك صار شكل القرص. وبهالأثناء بحمي مقلاية على النار والأفضل تكون غير قابلة للالتصاق، وبس حميت منيح بحط القرص وبتركه لحتى ينشف العجين وياخد لون من تحت. وبس أخد هذا اللون من تحت بشيل القرص وبحطه بصينية فرن وبكمل باقي الكمية، وبعدها بدخل الصينية على فرن محمى مسبقا بس من فوق لحتى تستوي اللحمة، وبياخدوا بالفرن تقريبا 3 دقايق. استوى قراص لحمة بعجين وصاروا بهالشكل، والأفضل أول ما بطالعهم بغطيهم بقطعة قماشة ليحافظوا على طراوتهم. وهيك صار عنا أطيب لحمة بعجين بطريقة سهلة وتتبيلة شهية كتير وطراوة للعجينة. وصفة طيبة كتير وممكن تقدموا جنبها اللبن الرايب أو السلطة أو النعناع أو الليمون، خيارات عندكن واسعة. ولهون وصلت لنهاية وصفتي لليوم، بتمنى تكون الوصفة عجبتكن، وإذا عجبكن الفيديو فضلا لا تنسوا اللايك والشير وتفعيل زر الاشتراك والجرس ليصلكن كل جديد. وتحية مني أنا نور، مع السلامة.